الخلاصه يا جماعه ان الاهلي مش في البطوله العربيه، بمعنى اصح بعبع الشرق الاوسط مش في البطوله. فاي فريق حتى الزمالك ليه نسبه انه ياخدوا البطوله، اي فريق بقى من اولهم لاخرهم، طالما بعبع الشرق الاوسط مش موجود فكل واحد يقول لك ايه البطوله دي بتاعتك، من حقكم. لان الاهلي يا جماعه مش في البطوله، البعبع قصدي مش في البطوله. فهو ده الطبيعي ان الاهلي مش في اي بطوله، في اي فريق متاح ليه البطوله. طالما الاهلي مش موجود يبقى اي فريق متاح ليه البطوله بنسبه كبيره جدا. حتى الزمالك لما كسب 4-0، هو انت كده بصراحه طمنتني بصراحه ان الماتش الاهلي في نهائي كاس السوبر الافريقي سهل جدا جدا جدا. انت كسبت 4، الاهلي يكسب كام؟ احنا كده ان شاء الله يعني البطوله معانا وفي جيبنا. طمنتنا برضو ان انت بالمستوى بتاعك ده كسبت 4، اما احنا هنكسب كام؟ وبرضو انتوا لما كسبتوا 4 انتوا حسستوني ان انتوا كسبتوا الاهلي، وبرضو حسستوني ان انتوا خدتوا البطوله. انا ما اكرهش والله العظيم، انا ما اكره ان انتوا تاخدوا البطوله، بس بتجينا علينا احنا ليه؟ بتحفلوا علينا احنا ليه يعني؟ وتقولوا بقى البطوله العربيه احسن من البطوله، اصعب من لا مش اصعب، هي ممكن تبقى اغلى بس مش اصعب، مستحيل تبقى اصعب. لان ما فيش حد يقول لي ان الناس اللي في افريقيا اسهل من العالم العربي، ان اسيا. الدوري السعودي احنا بنعترف انه بقى قوي، بس الاهلي علم على احسن فريق فيهم الهلال 4-0 ويا معلم عليه. فالاهلي قهر اي حد، دي بلا استثناء، اي فريق مش هنستثنى اي فريق، الاهلي دايس على الكل. فما فيش حد يقول لي اصعب ايه يا عم؟ اصعب ايه؟ قول لي اغلى ماشي، بس ما تقولوش اصعب. ما علينا من كل ده، بس يا ريت يعني لما الزمالك يكسب ماتش ما يحفلش علينا احنا. يعني احنا ليه؟ يعني احنا ذنبنا ايه في كل ده؟ يعني احنا بس لولا الظروف اللي احنا فيها والبطولات اللي احنا داخلين فيها، طبيعي ان احنا هنخش البطولة زي دي، وكنا ان شاء الله بامر الله كنا ناخدها، لان البطولة سهلة جدا. انا شايف ان البطولة سهلة جدا. البطولة فيها مين؟ انا نفسي اعرف البطولة فيها مين. اي فريق في افريقيا دبحينه دبح، كان الرجاء، الوداد، الترجي، الزمالك، الشبيبة ده ولا الشباب بلوزات ده، كله بما فيهم الفريق اللي انتوا كسبتوه 4. اللي هنقابله هنشوف ايه، هنعمل معاه ايه ان شاء الله. يعني البطولة هتبقى البطولة السادسة، او لو كاس مصر اتلعب قبليها يبقى البطولة السابعة، مش هتفرق. بس احنا بنتكلم على هدد التحفيل. يا عم انت ما كسبتش الاهلي عشان تحفل، وما تجيش تقول لي ان اللي هي سهله. مفيش حاجه سهله، مفيش حاجه. افريقيا سهله مين؟ لو افريقيا سهله انت فين في افريقيا؟ من كل ده؟ ويا ريت نتمنى احنا نشوف مستواك. احنا مش هناخد معاك في مجموعات نهائيا. المجموعات دي اي فريق بيطلع، اي فريق بيطلع من المجموعات، والدور اللي بعديه كمان ال 16. احنا عايزينك يا باشا في مربع ذهبي. تعمل ايه في مربع ذهبي؟ يعني انت تخش مربع ذهبي مش انجاز على فكره. ما هو مش انجاز انك تخش مربع ذهبي وتطلع بعد كده. مربع ذهبي يعني العب نهائي، بعد النهائي طلعت من النهائي مالوش لازمه، هتاخد فلوس بس مالهاش لازمه. اهم حاجه البطوله نفسها، البطوله اللي تخليك انت كفريق معاك فلوس. يعني البطوله فعلا فيها فلوس كتير، تديك الثقه، تديك الدافع، تديك كل حاجه. لو انت عايز، انما ما تقوليش بقى ايه انك كسبت 4 وفي الاخر انك حصاله او تطلع. لا، انا اتمنى ان انت تكسب، انا مش زي اي حد يعني، بس انك تيجي تحفل عليا لا طبعا. ما اتمناش حاجه زي كده. اما لو خدت بطوله هتعمل ايه يعني؟ هتقول لي ايه؟ انت ما كسبتنيش اصلا عشان تحفل عليا، انت خليك في نفسك. احنا لما بنكسب اي بطوله او بنكسب اي ماتش، احنا مالنا ومالك، احنا بنفرح لفريقنا برضو يعني. يلا ما علينا.
يعني الاهلي النهارده لعب ماتش الداخليه، كان ماتش سهل جدا. انا شايف انه سهل رغم اني ما شفتش الماتش الشوط الاول، بس الملخص شفته. ضربة جزاء ضاعت العارضة، بس هي كرة ما اعرفش عليه شاطها حلو، بس سوء الحظ التوفيق بقى. كسبنا 2 وكنا نقدر نكسب 4 او اكتر، بس هو التحكيم يعني مش قد كده الشوط الاول، بس يلا نتعادل شويه الشوط التاني. والله اعلم بقى نيتكم في ايه في ماتش المصري او ماتش اللي قبل النهائي. البطوله دي محاسس كده، انا حاسس والله اعلم ان هي مطبوخه للزمالك، انا حاسس كده والله اعلم. الا اذا الاهلي كان ليه راي تاني يحسم الماتش من يعني بدون يعني ايه، مش عايزين بقى التعادل ويخلص في الاخر، لا هتتظلم. لو انت خلصت الماتش لو انت خلصت الماتش من بدري بدري كده هيعمل ايه؟ ما هيعملش حاجه. 2 3 4 كده الشوط الاول خلاص هيروح فين؟ هيروح لك فين؟ هيبدا يعجزك، ياخد لك انذار في انذار في كارت احمر عشان ايه؟ يضعفك الماتش الجاي. طبعا ده كله ايه الملخص اللي انا عايز اقوله. والملخص اللي انا عايز اقوله برضو يا جماعه، انا اتمنى ان الزمالك يكسب، واتمنى ان الزمالك طالما الاهلي مش موجود اتمنى ان الزمالك يكسب اقسم بالله وياخد البطوله كمان. وسلام عليكم.